مصطلحات العربية اللي من 3 حروف الجزء الثالث. اتكلمنا قبل كده على ABS والEBD وقلنا انهم انظمة امان في الفرامل. في الفيديو ده هنتكلم عن ESP او ESC او على حسب كل شركة ما بتسميه. كل شركة بتسميه باسم مختلف من 3 حروف، بس هم كلهم اختصار لحاجة واحدة اسمها الثبات الإلكتروني. المختلف بقى في النظام ده انه بيشتغل مع البنزين مش مع الفرامل زي الانظمه اللي فاتت. انصحك لو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت ارجع اتفرج عليها. النظام ده بيتحكم في توزيع عزم الموتور على العجل عشان يخلي العربيه اثبت ويخليك تقدر تتحكم فيها مهما كانت الظروف. وخلينا ناخد المثال ده. لو انت ماشي على الطريق على سرعه وفجاه نزلت بالعجلتين اليمين في الرمل، ففي احتماليه كبيره ان العربيه تلف منك ناحيه اليمين وتخش في الرمل وممكن تتقلب. في اللحظة دي النظام بيتدخل ويحول عزم الموتور كله ناحية الشمال عشان يقدر يشد العربية ويحركها وتقدر تتحكم فيها وهي على الأسفل. كمان لو رفعت عجلة عن الأرض أو دخلت في أرض مايلة خلت وزن العربية كله مايل ناحية عجلة تانية، فبيزود عزم الموتور عند العجلة دي عشان يتحكم في العربية أحسن. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والفولو، واستنوني في فيديوهات تانية هنتكلم فيها في معلومات عن العربيات والطريقة الصح اللي نتعامل معاها بيها.